السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعيني الأعزاء في فيديو جديد من قناتكم عيشها صح. ومعانا النهاردة فيديو عن نصائح خشونة الركبة، نصائح عملية لتحسين حالة المرضى. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تضغطوا اللايك وتفعلوا زر الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد من قناتنا. في العرض ده هنتكلم عن شوية نصايح عملية وسهلة نقدر نطبقها يوميا لو بنعاني من خشونة الركبة أو عندنا حد كبير في السن بيعاني منها. الهدف مش بس نقلل الألم، لكن كمان نبطئ تدهور الحالة ونحافظ على حركة الركبة على قدر المستطاع. هنتكلم في العرض ده عن أهم الحاجات اللي ممكن تساعد أي مريض عنده خشونة في الركبة، سواء حاجات يعملها في البيت أو في طريقة مشيه أو أكله أو تعامله مع الألم. الفكرة هنا إننا نساعده يعيش بأقل ألم ممكن وبطريقة عملية من غير ما يعتمد على الدواء بس. طيب، إيه هي خشونة الركبة؟ خشونة الركبة معناها إن الغضروف اللي بيغطي سطح المفصل بدأ يتآكل أو يضعف، فالعضمتين دول بيبدأوا يحتكوا ببعض، وده بيعمل ألم مع الحركة. من الأسباب اللي بتخلي الخشونة تحصل السن الكبير، الإصابات القديمة، الوزن الزيادة أو عوامل وراثية. الغضروف كأنه الطبقة المبطنة اللي بتمنع الاحتكاك، ومع الخشونة الطبقة دي بتتآكل. وكمان السائل اللي بيساعد الركبة تتحرك بسهولة اسمه السائل الزلالي بيقل. طيب، أعراض خشونة الركبة إيه؟ لو عندك خشونة غالبا هتحس بالحاجات دي، زي وجع بيزيد مع الحركة أو طلوع السلم، صعوبة في المشي، تورم حوالين الركبة، صوت تزييق أو طقطقة وإنت بتحرك ركبتك. لو الحاجات دي بتحصل لازم تاخد بالك وتبدأ تطبق النصايح اللي جاية. الدكتور بيشخص الخشونة عن طريق كذا حاجة: يسألك عن تاريخ الألم والمشاكل اللي بتحس بيها، يفحصك ويدوس على مناطق معينة حوالين الركبة، ممكن يطلب أشعة عشان يشوف حالة الغضروف والمفصل. طيب، إيه النصايح اللي ممكن يعني نستعملها في حياتنا عشان وهتفيدنا على مستوى خشونة الركبة؟ قبل ما تقوم تمشي أو تبدأ تمارين حط كمادات دافية مش سخنة قوي على الركبة لمدة من 10 ل 15 دقيقة. ده بيساعد في تنشيط الدورة الدموية ويقلل التيبس اللي بيحصل خاصة أول ما تصحى من النوم. رقم 2: استخدام عصا أو عكاز عند الحاجة. لو الألم شديد استخدم عصاية في الإيد العكسية للركبة التعبانة، يعني لو ركبتك الشمال نفترض فيها خشونة، امسك العصاية في إيدك اليمين. كده بتخفف الضغط على الركبة بحوالي من 25 ل 30% وبتساعدك تمشي بأمان. 3: مارس تمارين تقوية عضلة الفخذ الأمامية الكوادريسبس. العضلة الأمامية للفخذ مهمة جدا لأنها بتدي دعم مباشر للركبة. تمرين بسيط جدا وانت نايم على ظهرك: ارفع رجلك مستقيمة شوية لفوق وانزل ببطء، كرره 3 مرات في اليوم. هتحس بتحسن بعد كذا يوم. نصيحة رقم 4 وهي قلل الوزن الزائد. كل كيلو زيادة في الوزن بيحط 4 أضعاف الحمل على الركبة أثناء المشي، يعني لو زدت 5 كيلو ده ضغط إضافي يساوي 20 كيلو على ركبتك. 4 في 5 ب20 كيلو، فكل ما وزنك يقل ألم الركبة هيقل تلقائيا. استخدام كراسي بارتفاع مناسب. ما تقعدش على كراسي واطية لأنها بتخليك تحمل على ركبتك وانت بتقوم. اختار كرسي متوسط الارتفاع ويكون ليه مسند دراعين عشان يساعدك تقوم بسهولة ومن غير ما تضغط على رجلك. رقم 6: ابتعد عن السلالم قدر الإمكان. السلالم بتزود الحمل على الركبة. لو لازم تطلع السلم استخدم الرجل السليمة وانت طالع والمصابة وانت نازل. دايما امسك في الدرابزين عشان التوازن. رقم 7: امشي على الأرض مستوية وناعمة. المشي على الأرض مستوية وناعمة ده بيخلي إن تجنب الأرض اللي فيها ميول أو مطبات أو رمل، ده كله بيخلي المفصل يشتغل زيادة وده بيزود الألم. اختار طرق مستقيمة وناعمة وامشي بجزمة مريحة. رقم 8: مارس تمارين الإطالة. عضلات الرجل لما تبقى مشدودة بتشد المفصل معاها وده بيزود الألم، فإطالة العضلات خاصة العضلات الخلفية للفخذ اللي هي الهامسترنج وكمان العضلة الرباعية بيساعد إنها تتحرك براحة أكتر. رقم 9: استخدم أحذية طبية بدعم جيد. بلاش كعب عالي أو شباشب فلات من غير دعم. الجزم الطبية أو الرياضية المريحة بتخفف الصدمة على المفصل وبيحسن التوازن بتاعها.
رقم 10 والأخيرة لا تفرط في الراحة. الراحة المبالغ فيها بتضعف العضلات وده بيخلي الركبة أسوأ. خلي عندك نشاط خفيف كل يوم، زي مشي بسيط في البيت أو عجلة ثابتة لو متاح. حافظ على الحركة حسب قدرتك بس من غير إجهاد. أرجو أن أكون أفدتكم في فيديو النهاردة، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في فيديو جديد من قناتكم عيشها صح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.